السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هابي نيو يير. اعرفوا بس حاجة قبل ما نبدأ كلام، ان السنة خلصت والزمالك بمشاكل، بوجعه، بقرفه، بمجلس ادارته، بلاعيبته، جماهيره، كل الدنيا بيتربعوا على قمة الدوري المصري، واخدين القمة من فرق عندها من الاستقرار المادي والإداري اللي يعني يحتاج مجلدات عشان يتكتب فيه القصص دي. احنا بمشاكلنا، مفيش فلوس، مفيش سكواد، مفيش مجلس صاحي، مفيش حتى زيزو مش في اللي كان نص القوة بتاعتنا مش في الفورمة. ورغم كل ده واخدين القمة من اعظم نادي في الكون اللي هو بطل الهادي، خط الهادي والهندي والاطلسي وبلاد تركب الافيال زي ما قلنا قبل كده. واخدين القمه من بيراميدز اعلى سكواد، واخدين القمه من سيراميكا السكواد العافي الجامد جدا، واخدين القمه من مودرن سبورت، من الدنيا كلها، من الكل. احنا الاول برغم كل مشاكلنا يا جماعه. اقسم بالله وسيبكم طبعا اللجان المتناكه، اللجان المعرصه طالعه يعني ايه، والاحتواء والدنيا وشوف والبنالتيز اللي ما اتحسبش وبتاع، حاجه قوميئه وحاجه وسخه وناس متناكه ترمي بلاها وخلاص. يعني ويجي يقول لك ايه يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بص لفريقك الاول والقرف اللي هو فيه ومشاكله، وبعد كده تعالى اتكلم. طب ما تبصوا مع الرصيد لفريقكم بعدين تعالوا اتكلموا. هو احنا بس اللي نبص؟ مش فاهم. طب ما تبصوا شوفوا القرف اللي انتوا فيه، وشوفوا التايواني الكوتش بتاعكم بقى كوخه وبقى وحش وبقى لا يصلح، واللعيبه لا تصلح، وعايزين صفقات. صفقات ايه اللي انتوا بتتكلموا فيه؟ امال المليارات اللي انتوا رمينها على الارض دي تبقى ايه؟ مش فاهم. يعني تبع انه بند حاجه قرف، ناس مقرفه. انا بصهم قعدت يومين ما اتكلمش، صوتي اتظبط، هطلع اتكلم وابيعها في صوتي هيروح تاني. مش فاهم انا. ما انتوا بصراحه حاجه مستفزه، ناس مقرفه. يقول لك زيزو مين دوت اللي يستاهل 80 مليون ولا 100 مليون؟ هو اولا عفوا زيزو ما طلبش 100 مليون ولا 80 مليون ولا ولو طلب يا سيدي انت زعلان من انت دافع حاجه من جيب امك. يعني انت دافع حاجه من جيب امك، انت زعلان ليه؟ احنا عايزين نجدد لزيزو بمليار جنيه، انت ايه اللي مزعلك؟ شوف صفقاتك، الحمد لله الميديا كلها عماله تعلق على كلامكم وتجيب وطول صفقاتكم وشوفهم، والفلوس اللي انتوا دافعينها مئات الملايين من الدولارات في كل الصفقات اللي انتوا جبتوها مؤخرا كلها. محدش نفع فيهم ولا حد عاتلكوا وش ولا حس الا وسام. بصراحه انا قلت عليه كتير قبل ما نشوفه، قبل ما يلعب في بدايه لعبه، هذا الولد والروح اللي هو فيها والقتال اللي هو فيه، والاخر دقيقه ويطلع يجري. لو انت شفتوا الكلام ده ماتش انبي، عايز يرمي الاوت من عند جون الشناقي، من عند جون شوبير. حاجه بصراحه ولد يستاهل الفلوس اللي دفعت فيه بامان. والدليل ان هو هداف الدوري اللي فات. طبعا ناصر منسي الاسطوره الذي هاج وماجا هو هداف الدوري الى الان. فانا بس عايز اقول لكم انتوا زعلانين قوي ان زيزو هياخد هذا المبلغ. اول هام مش دافعنا حاجه من جيب امك ولا امه، مش عارف انت زعلان ليه. تاني هام بص على اللي انتوا بتدفعوه في صفقاتكم، انتوا تعرفوا مبالغ خياليه، حاجات وبتترمى. يعني انا عمال افتكر في اسم ايمن ده اللي انتوا جبتوه، اللي ما لعبش وقلتوا هيكسر الدنيا، اللي انتوا جايبينه من قطر ده، اسمه يوسف ايمن. شفت النهارده كده مش عارف كنت بسمع مين قال لك يوسف ايمن، وداري بقى وسام وامام وكل الدنيا اللي انتوا جايبينها جديده دي، مش عارف. انما لا، مركزين قوي مع
زيزو. تعبكوا زيزو. واول ما قالوا ان زيزو بينفع يجي النادي الاهلي، كل البتاع، كل الصحف واللي جنب بتاعكم مرحب بزيزو اللاعب الذي سيصنع الفارق. سيبك منه يا زيزو، تعالى معانا العب في كاس العالم ومش عارف ايه، وتشوف دنيا غير الدنيا، بدل ما انت بتلاعب اللي هو الناس اللي احنا بنلعبهم في افريقيا دول، عمالين يعني ايه يقللوا منهم طبعا، ويقول لك تعالى العب من عندنا في كاس. اقسم بايمانات الله، وانا اهو انت اهو، وافتكروا ساعته وتاريخه. الحمد لله دي مش اول مره اتكلم فيه. هيتحط عليكم حط السنين، هتبقوا فرجه للعالم اجمع. يلا يجرى لكم في بطوله العالم للانديه. مش انتوا فرحانين قوي ان انتوا بتروحوا؟ كل مره اقول لكم لموا نفسكم وما تروحوش، وتروحوا خيبه السنين، تحط عليكم حط السنين وتبقوا فرحانين قوي. ايه جبنا برونزيه؟ ده مازيمبي والوداد ومش عارف والهلال باين ولا مين، في اول مشاركه اللي ما شاركش الا مره واحده، مره واحده بس جابوا فضيات. انت بتشارك 100 مره وما جبتش الا برونزيه، زائد ان انت حصلت البطوله واكتر هزايم. انت اكتر هزايم وحصلت البطوله وما بتختشيش. بجح لجانك بجح، مش فاهمين. انا بقول لكم اهو من دلوقتي. فاكرين احمد بلال لما قال لكم ما تروحوش؟ انا بقى بقول لكم بملء الفيه بكسر الفاء، اوعوا تروحوا تلعبوا كاس العالم للانديه، هيتحط عليكم حط السنين. يعني انت مش عايز الاهلي اللي بيلعب باسم مصر يكسب؟ مصر مين يا عم ومهلبيه مين؟ الاهلي بيلعب باسمه، الاهلي ما بيلعبش باسم مصر. الاهلي بيلعب باسمه، والبطوله اللي بتيجي بتحط في دولابه بس. موضوع سهل. وانا ما بشجعش الاهلي ولا عمري اشجع النادي الاهلي. خلصنا من الموضوع ده ونقطه من اول السطر، عشان بس الناس اللي مخها تعبها ويقول لك 80 مليون على زيزو ليه؟ مش عارف ايه ليه؟ طب ما تدوا لعبد الله السعيد ال 100 مليون، ما هو ده اللي يستحق. حق يراد به باطل. بقى عبد الله السعيد دلوقتي بتتكلموا عليه، اصلا عبد الله السعيد لا هو طايقكم ولا انتوا طايقين، انما ما علينا. ست طبعا يعني ايه بتصطاد في الماء العكره، على راي المثل اللي بيقول. انت ايه اللي دخل عبد الله السعيد في موضوع يا زيزو؟ عبد الله السعيد يستاهل تقله دهب، وزيزو يستاهل تقله دهب، ونحمد الله ان احنا عندنا الاسطورتين دول، بزائد طبعا اسطوره الاساطير شيكابالا. انت بقى ايه الفكره؟ انت عايز توصل ايه لينا وللناس؟ تتكلم ايه كلام وخلاص. عارف انت اللي ايه شبط عايز تعمل ايه؟ يقول لك على راي لما كنا نقول زمان، يقول لك كرة شراب ولع. تتكلم اي حاجه في العباط. ايه اللي دخل عبد الله السعيد في القصه؟ محدش فاهم حاجه. طبعا يعني على ذكر عبد الله السعيد، انا بقول للمجلس الاداره بتاعتنا حاجه. يعني انا عمري ما اتكلمت في صفقات وخلافه، لان الناس كلها يعني ايه عماله تتكلم، وناس حقهم طبعا يتكلموا وخلافه، انما انا ولا بتكلم على صفقات ولا بتاع. انا يجي فلان يمضي ويتصور نقول ولا الضالين امين هذا اللاعب الجميل بقى زملكاوي انضم لكتيبه الابطال. عدا هذا انا ما بتكلمش لا في صفقات ولا في خلاف. بس احنا يعني نداء لمجلس اداره نادي الزمالك المحترم. ادي انتوا شايفين عبد الله السعيد جبتوه عنده اولموست ال 40 سنه، بيعمل اللي ما اتعملش. وادي انتوا شايفين رحت جبتوا كام صفقه عشريناتي، حاجه بداره. ادي انت شايف المستوى، حاجه يعني حدث ولا حرج. ف يعني يقول لك ايه اللي نعرفه؟ لا اللي تعرفه ولا اللي ما تعرفوش. جبتوا صفقات على الطلب. كل الصفقات اللي انت جبتوها مفيش فيها مؤخرا غير بنتايك، والصفقات الاولانيه اللي جت ال20 صفقه اللي انتوا جبتوهم طلع منهم 4: محمد شحاته، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي. لو في حد تاني ذكروني بيه. على فكره محمد عاطف كويس، بس مش عارف الى الان لم ياخد الفرصه بتاعته ليه.
وسيف جعفر كويسين، بس مش عارف برضه لماذا لم ياخد الفرصه. افتكر من الاسمين دول، يعني دول ممكن يروحوا يلعبوا في اي مكان تاني هيكسروا الدنيا، محمد عاطف وسيف جعفر. انما ماشي. بنقول للمجلس الاداره الموقر، جيش تقول لي ايه هنجيب لعيب يلعب يا طارق حامد ده كبير في السن وهنجيبه ايه ده لو جاي يلعب معانا سنه ولا اتنين. يا عم انت زعلان ليه؟ ما تجيبه يلعب سنه ولا اتنين. هاتوا يا عم يلعب سنه واحده، هاتوا يا عم يلعب سنه واحده ويسد ويساعد زملاته ويجيب بطوله. هتروح تجيب لي عشرينات؟ ادي انت شايف العشرينات اللي حصل. واللي انا اعرفه حاجه في قانون الحياه اللي احنا اتعلمناه، في قانون القرف اللي احنا عشناه، الغربه والدنيا، والحمد لله الخبرات اللي احنا خدناها واللي اكتسبناها حاجه جميله جدا. الغلط واللي بيعمل غلط لازم يستبعد، لازم تشيله من الليله. مات الكلام. يعني احنا كلنا بنحب كابتن احمد سليمان. كابتن احمد سليمان عمل زمان ايام مرتضى وايام فيريرا اللي ما اتعملش، بس واضح ان هو هيفضل عايش على هذا التاريخ. كل الصفقات اللي جابها ما يعني ملهاش اي معنى، مش نافع. فاحنا بنطلب من حضراتكم بليز شيلوا بقى الليله دي، مش عايزين وجع دماغ. يعني لو سمحتوا حضراتكم، معلش انا مركز عشان العو واقف فارد قلوعه يخرب بيت سنينه. فاحنا بنستأذن حضراتكم لو عايزين تجيبوا صفقات هاتوا صفقات على الطلب. ما تقوليش طارق حامد راجل سنه قد ايه لو جه مش هيدي الا سنتين. يا عم لو هيدي سنه، ما انتوا جبتوا عبد الله السعيد اهو بسم الله ما شاء الله بقى نجم مصر، بيعمل حاجات فوق الخيال، حاجات بخلينا نتكلم وبنكلم نفسنا اين هذا الرجل من زمان؟ الراجل ده فين من زمان؟ عبد الله السعيد ده كان فين من زمان؟ جوهرة الكرة في مصر وعنده 40 سنة. فنطلب من حضراتكم ان يعني عايزين ناس، وما تقولناش صغير وجميل ولذيذ وعشريناتي. يا عم لو في لعيب عنده خبرة وسنه كبير ويلعب معانا سنتين يكسر الدنيا زي عبد الله السعيد، وان كان ده صعب انما احنا بنقول لكم جايز، واي نوت؟ ليه لا؟ يعني وانا بستشهد بموضوع طارق حامد. طارق حامد يجي يلعب معانا سنتين ثلاثة يكسر الدنيا، يا ريت يا ريت. انما سيبكوا بقى من السن وما السنش وبتاع ونجيب عيال صغيرة. وبعدين انت جايب عيال صغيرة هيقعدوا جنب اخواتهم. بعدين انت يعني العملية رحت جبت لنا 2 افارقة تحت السن، وزياد كمال رغم ان زياد كمال انا حزين عليه طبعا، لعيب جامد جدا، ان انا مش عارف لسه لغايه دلوقتي خايف، لسه لغايه دلوقتي مش مصدق ان هو بيلعب في نادي الزمالك. فانا ارجوكم حسن الاختيار ونكلمكم ان شاء الله تاني. يلا سلام عليكم.